يا دكتور انا نظري ضعيف وعايز حل. اولا عشان نفهم ضعف النظر لازم نفكر في العين انها زي الكاميرا، يعني متكونه من اجزاء مختلفه. الجزء الاولاني من قدام هي عدسات الكاميرا، وهي في العين القرنيه والعدسه العين. دول هدفهم ان هم بيجمعوا الصوره على نقطه واحده داخل العين على الشبكيه، علشان الصوره دي بعد كده بتتنقل عن طريق العصب البصري لغايه المخ، فنشوف ونعرف ونفهم الصوره. لو في اي سبب ادت الى مشكله في اي جزء من اجزاء العين، ده هيعمل ضعف نظر، زي ان مثلا العين ما تنموش بشكل طبيعي، فيحصل ان العين كبيره فيها قصر، او صغيره طول نظر، او متعرجه استجماتيزم، او ان يحصل عتامه على القرنيه او في عدسه العين زي الميه البيضاء، او عتمات في الجسم الزجاجي قدام الشبكيه اللي ممكن كمان يكون فيها مرض زي الرشح او النزيف او الانفصال في الشبكيه. عصب العين لو فيه مشكله زي الميه الزرقاء او اصابات العصب برضو مش هيقدر ينقل الصوره الى المخ. لما بتيجي لينا عشان نكشف عليه كل جزء من اجزاء العين لازم نكشف عليه عشان نحدد الجزء التالف ونوع المرض الموجود ونحدد ليك الخطه العلاجيه المناسبه.